يا اخي انا مش عارف الناس اللي بتشرب شاي من غير سكر دي عايشه ازاي. انت حطيت كام معلقه سكر؟ 4 بس؟ حرام عليك جسمك انك تدخل له كميه السكر دي في كوبايه شاي واحده. ده غير ان انت ممكن تشرب لك كوبايتين 3 في اليوم، ده غير الاكل اللي انت بتاكله. صح؟ عرفت ازاي؟ طيب خاف على نفسك عشان ما تدخلش مرحله ادمان وتندم. ادمان؟ ازاي؟ السكر اللي انت بتدخله جسمك ده بيحفز دماغك ان هو يفرز الدوبامين. دي مادة كيميائية هي اللي بتحسسك بشعور الانبساط والسعادة. بمرور الوقت جسمك يحتاج كمية اكبر من السكر عشان يحسسك بنفس الاحساس ده، وتبدأ تزود في السكر لحد ما تلبس يا معلم. طب ليه يا دكتور بعد ما باكل حاجة مسكرة بحس بخمول وتعب؟ عشان أول ما بتاكل حاجة مسكرة مستوى الجلوكوز في الدم بيزيد بسرعة كبيرة، فيحسسك بطاقة لحظية كده، وبعد ما البنكرياس يفرز الأنسولين عشان يسيطر على السكر الكتير اللي أنت دخلته جسمك ده، يبدأ مستوى الطاقة ينزل تاني. الارتفاع والانخفاض السريع في مستوى السكر ده هو اللي بيحسسك بالدوخة والتعب بعد ما بتاكل حاجة مسكرة. طب أنت قلت بمرور الوقت الشخص هيحصل له إدمان للسكر، معنى كده إن هو هيجيله سكر بالعقل يعني. مش بس مرض السكر، أمراض القلب والسمنة، ده غير مشاكل الجهاز الهضمي. مش مكمل كوباية الشاي يا دكتور، مش كده، بالعكس. أنا مش جاي أخوفك، أنا جاي أقول لك خلي بالك على صحتك وأنبهك والقرار بتاعك. طيب تمام، أنا عايز أقلل السكر، أعمل إيه؟ حاول تقلل من السكريات اللي بتاكلها بالتدريج، وكمان تقلل من كمية السكر اللي أنت بتحطها في الشاي والقهوة بتاعتك. حاول تدخل في أكلك بروتين وألياف كتير عشان يحسسوك بالشبع ويقللوا رغبتك في السكر.